وانت يا صانع محتوى ولا اي واحد كيتفرج فيا، غادي نعطيكم دابا كيفاش انكم تحطوا فيديو في جميع المنصات. يعني الفيديو الا بغيتو يطلع فيرال، اولا لعب على الكاليتي ديال الصوره مزيان، يعني الجوده ديال الصوره. ثاني حاجه، منين كتكون عندك الجوده ديال الصوره وكتحط الفيديو، كتحطو بداك الجوده اللي عندك. ان فوا كتحطو من بعد ما كدير العناوين وكدير هذا، ما تخلي حتى شي كارو خاوي. يعني مادام انهم عطاوك في لي دوني هادوك التفاصيل، خصك تعمرهم تحت الفيديو، سواء في فيسبوك سواء في يوتيوب. يعني جميع الخانات خصها تعمر. اليوتيوب مثلا خصك تعمر العنوان، تعمر الوصف، دير الصوره مصغره، دير لي تاغ في داك اضافه العلامات. خصك دير داك، تخلي الريميكس. نهايه الشاشه حتى هي خصك تخدمها. خصك دير اضافه القوائم التشغيل، الهاشتاغ اللي خصو يدار في صندوق الوصف. وحاول ان في هذاك الوصف خصك تدخل الروابط اللي هي كتمثلك شخصيا، او كتمثل واحد الجهه اللي تكلمتي عليها من خلال هذاك الفيديو. الصوره مصغره خصها تكون كتلعب 90% على داك الشيء اللي وقع عندك في الفيديو واللي كتقولوا في الفيديو. ومنين كدير داك الحويجات كاملين، غادي تخلي داك الشيء خاص، وغادي تقلب على الوقت المناسب اللي يمكن لك تلونسي فيه هذاك الفيديو. فوقاش النيش كيكون عندنا طالع. يعني احنا في المغرب، في المغرب راه كيكون ابتداء من 12 ديال النهار حتى 10 ديال الليل. يعني الا فاتك هذه الفتره هذه، فالفيديو ما غاديش يطلع لك فيرال. واخا يكون فيديو ناضي ومزيان، غادي يخدم لك داك الساعتين ما بين 10 و 12 وغادي يموت. يعني تما كتضيع عليك بزاف ديال الفرص. دائما عندنا قناه، عندنا احصائيات، دائما ندخلوا للاحصائيات ونشوفوا اين هي الفتره اللي كيكون عندنا تفاعل طالع. ملي كيكون داك الفتره اللي عندنا فيها التفاعل طالع، نحاولوا نحتفظوا بداك التوقيت باش اننا فيه نلونسيو الفيديو، وتماك غادي تقدر هذاك الفيديو غادي يجيب لك المشاهدات ضعف المشاهدات اللي كتحطها عشوائيا. وخصك دائما تدرس هذاك الفيديو وتعطيه حقه باش انك تقدر توصل هذيك الفكره. والفيديو الطويل، لا مثلا في الفيسبوك دائما حاول تفوت 5 دقائق فاصله، 5 دقائق فاصله 30 ثانيه مثلا. الريلز حاول انك دير ماكسيمو داك 34 ثانيه حتى الدقيقه. علاش؟ لان كل ما كان فيه الوقت يكون افضل، لان كتحسب لك نسبه الاحتفاظ بالجمهور. الفيديو كيتلونسيه خصك دير هذيك العلامه في الكومونتير ديال اروباكس، وضيف شي علامه ديال من العلامات ديال ابرز المعجبين او الفولور او المتابعين. هادوك خصك ديرها. خصك تبارطاجي هذاك الفيديو على الاقل في واحد 10 ديال الجروبات. من بعد يعني خصك عاوتاني هذاك الريلز، خصك تقطعوا من هذاك الفيديو باش الناس اللي غادي يدخلوا للريلز يقدروا من خلاله انهم يدخلوا عندك الفيديو. وحاجه اخرى، منين يكون عندك مثلا الوقت باش انك غادي دير الصوره في ستوري حاول انك تصور له فيديو انت مباشره، او انك تجيب له. المهم ما تخليش ذاك الفيديو اللي غادي تنشر كيعطيك الاختيار الفيسبوك واش ديرو في القصه، حاول تخلي تقول لا وحيد ما يدوزلكش القصه. علاش؟ كيخسر عليك مشاهدات ديال القصص، لان القصص فيهم الارباح. يعني هذوك القصص حاول انك دير فيهم فيديو بوحدو، او انك دير صور يعني ماشي من المنشور، باش هكا كتشاف وكتربح عليها مزيان. وثالث حاجه يعني خصك تنوع، ما تبقاش تنشر غير فيديو وريز وصافي. تزيد شي تصويره وفوقها شي تدوينه، ولكن هذيك التدوينه اللي تكون فوق الصوره تكون كتهضر على الصوره. وحاول دير شي عنوان او شي مقاله او شي كتابه اللي غادي تكون الفوق في التدوينه هي اللي تكون في الصوره، باش الفيسبوك حتى هو كيعاونك باش كتطلع. وحاول دائما تلعب على الهاشتاغ، لان الفيسبوك ولا كيحتاج الهاشتاغ. هذه من جهه. عاوتاني حاجه اخرى، بانك الفيسبوك او اليوتيوب كيبغيو الناس الناشطين، يعني الناس اللي كيخدموا يوميا، الناس اللي كيحاولوا انهم يبقاو على تواصل. لان كاين واحد الخوارزميات خصوصا في الفيسبوك، راك لا غبرتي على المشاهد اللي متابعك غير واحد المده قصيره مثلا في الفيسبوك، الا ما درتيش ستوري
كنت كديروا يوميا وما درتوش 3 ايام، فالنيش ديالك اوتوماتيكمون غادي يطيح. علاش؟ لان الفيسبوك على كل واحد كيكون مستهلك او كيستهلك الفيديوهات وكيتفرج فيهم، فهي كتقترح عليه واحد المجموعه من الصفحات في النهار باش يشوفها. يعني هذوك الصفحات الا ما كنتيش انت ناشر فاكيد ما غاديش تكون ضمنهم هذا النهار. وغدا يعني لما كنتيش اليوم وغدا كتولي واحد الصفحه مقترحه على هذاك المتابع في العوض انت. لان كاين مثلا الا كانت كتقترح عليك 100 صفحه، انت غادي تقدر ما تبقاش ضمن هذوك ال100 اللي ناشطين باش انها تقترحها على واحد اخر. وهكا كيحسب الفيسبوك. يعني الا غبرتي عليه كيطيح لك النيش. ماشي بحال اليوتيوب. اليوتيوب شويه، اليوتيوب تقدر تخدم على خاطرك، تلوح فيديو كل سيمانه ما كاينش مشكل، ولا 2 الفيديوهات في الشهر ما كاينش مشكل. يعني غير حافظ على نفس النسق وغادي تبقى خدام مزيان. لكن الفيسبوك واخا تكون انت عندك ملايين المتابعين، راك الا غبرتي عليه 3 ايام الفيديو كان كيجيب لك 4 المليون يولي يجيب لك غير 100,000. يعني فرق كبير وكبير جدا. هذه واحدة من النصائح اللي عطيتها لكم باختصار، حاولوا تلعبوا عليها وطبقوها، وإن شاء الله غادي تشوفوا فرق شاسع، لا في الأرباح ولا في المشاهدات ولا في التفاعلات. تحياتي لكم.